في عام 1967 باع وزير الدفاع في ذلك الوقت حافظ الأسد هضبة الجولان لإسرائيل، وصعد متسلقا على مبادئ حزب البعث إلى أن وصل إلى رئاسة الجمهورية. هناك واحد تراوي الناس فيه ويطالبوا بالحرية. يجيبوا لنا خايبين أحسن منكي، أو يجيبوا لنا مساوينكي، إحنا بنجيب أولاد التعليم. لا يا ابن الكلب! طلعت مظاهرة كبيرة بحمار. بكفي أخذي من عندي. رح نتظاهر ونعتصم حتى يسقط النظام. النظام فاشل يا زلمة، عندك قصص عم بتصير. آخر ثوكة زودنا أثمة ثاني الوحدة الوطنية. لو بدي أعيش من دونك يا أبو الريم، لو بدي أعيش من دونك يا حبيبي. كل اللي ما يتظاهروا تعتقلوي وبتقتلوي وبتقولوا عني مندسين وارهابيين. الألف بدار وبالجو امك ألفنا عيوني عم تناديك وينك تعاظم. وينه بالشار على اساس ما يظبط حرف الاس. الارهابي بده يعترف. البلد رجالة ونسوان ايديهم بايد بعض. وإنما كثرت ناره بالصغر